كل مره بحضر فيها حلقه. يعني انا كنت محضر حلقه عن ماتش جنوب افريقيا، وبعدها قلت طلعت عملتها شورتس، وانا بصراحه نفسيتي مسدوده، وبحاول امنع نفسي ان انا اتفرج على اي كره محليه تخص الاهلي والزمالك، او اتابع اي اخبار تخص الاهلي والزمالك. لكن الخبر ده بالذات انا مش هستحمل ان انا اسمعه كده وعادي. لا 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 لا, لا, لا. الاهلي رسميا اشترى عمرو الجزار ب60 مليون جنيه، يعني مليون و100 ألف دولار، زائد إعارة أحمد رضا اللي هو كان شايب 30 مليون أصلا، مش عارف ولا تبديل بأحمد رضا، مش متأكد. المهم يعني تمام، من البنك الأهلي. أنا مش قادر أتخيل، يعني مش عارف، يعني عمرو الجزار ب60 مليون أصلا بقى، اللي هو برضه عمرو الجزار مش اللعيب اللي يدفع فيه مبلغ كبير زي ده، تمام. لكن يا جماعه يعني عن ميتين الكوره، على ميتين غسيل الاموال يا اخي. ده انتوا نادي وسخ، اقسم بالله ما شفت نادي كده في حياتي. ايه المقابل؟ بتاخد كام؟ 60 مليون عشان تروح تدفعهم في مدافع. يعني عوائد الاهلي من الرياضه المصريه، فكك بقى من يا عم، خليها اقول لك اصل عندهم فروع وعندهم 60 مليون في عمرو الجزار، 60 مليون في عمرو الجزار. يا ولاد ال60 في 70، 60 مليون واحمد رضا. يعني فاهم انت ازاي؟ شاكب راكب كده داخل في سكه 70 80 مليون اصلا في عمرو الجزار. انا مش مشكلتي ان هم 60 مليون، انا مشكلتي ان هو في عمرو الجزار يعني اصلا بقى. يعني دي قصه لوحدها تانية. يا ولاد الولاد، انتوا عايزين مننا ايه؟